السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله بإذن الله معاكم أخوكم يوسف من يومياتك مع النجار. نبدأ في موضوعنا على طول، وهو موضوع اللي بيحصل الأيام ديت، موضوع النصب في المحافظ الإلكترونية. هحاول على قد ما اقدر اوضح بعض العمليات اللي بتحصل مع الناس، لان انا عندي محل وبيحصل مشاكل دي قدامي على طول. عايز اوضح بس للناس ازاي يتعاملوا، لان في حاجات اخطاء كده بحسها العميل نفسه. يعني ازاي؟ تابعوني لحد اخر الفيديو هتفهموا وهتعرفوا ازاي برضو في حاجات كده ما تعديكمش. وان شاء الله باذن الله نتعلم ونعلم بعضينا، كل واحد عنده خبره في حاجه يعلم التاني ان شاء الله باذن الله. اولا في اتصالات كاش، نبدا على اتصالات كاش عشان معظم الناس اللي بتجيلي في موضوع النصب ده وبيشتكوا في موضوع اتصالات كاش. هي اولا محافظ 10/10 وبتريح العميل وبتريح كل حاجه. محافظ الكترونيه خلت اللي ايه الدنيا ضيقه، الدنيا صغيره قوي. يعني اللي عايز يحول لاهله مثلا ليكن في اسوان في ثانيه، عايز يحول مثلا في كفر الشيخ في اسكندريه وهو مثلا في القاهره، عايز يحول بسرعه فلوس، مثلا في ازمه عايز يخلصها بسرعه، فالموضوع مريح. بس لازم ياخد باله من بعض الحاجات اللي هي اولا بتاع محفظه اتصالات كاش بالذات. ما ينفعش حد يتصل بينا ويقول لنا بعت لك والله بالغلط، طب انا هبعت لك كود واخده منك، هبعت لك حاجه واخده منك الكود وانا هسحبه. ما ينفعش طبيعي، لان ببص الواحد الاقيه بيقول لي ايه حالي في ايه يا عم، يقول الفلوس اتاخدت مني. طب يا ابني اتاخدت منك ازاي؟ طب فهمني بس. يقول له والله ده انا ايه، واحد اتصل بيا، ده من ضمن الناس، واحد اتصل بيا وقال لي انت عندك محفظه، طب عشان ننشط لك المحفظه هنبعت لك كود تديهولي وننشط لك المحفظه عشان ايه يبقى فيها التعامل كويس. فالتاني يا عيني ما هوش فاهم حاجه، يديله الكود اللي هو الراجل بعته له. طب هو الكود ده يبقى التاني بتاع اتصالات بالذات، خط اتصالات، التاني فتح الداتا من عنده، الابلكيشن بتاع ماي اتصالات فتحه من عنده، خد بس الايه، كتب الرقم ومستني ان التاني يبعت له الكود. فالتاني لما يبعت له الكود هو اتحكم في الايه، اتحكم في الخط كله، قلع ويسحب بقى الفلوس براحته. طب يا عم خلي بالك، ده الشركه قايله لك الرقم السري ده ما تدوش لحتى الموظف بتاع الشركه، ده رقم سري. لو موظف الشركه بيتصل بيك ما ينفعش تديله الرقم. لو انت في الشركه ذات نفسها ما ينفعش تديله الرقم. رقم يهمك انت، ما يهمكش حد، ما يهمش حد تاني. تديه لواحد تاني، وواحد تاني برضو ده طمع بقى. التاني اللي هقول لك عليه ده طمع. يقول لقيته يقول الحقني الحقني الحقني. اقول له ايه في، انا عايز اتصل بخدمه العملاء. خدمته في، طب بس ايه ايه اللي حصل؟ يقول لي انا اتنصب عليا. يا ابني اتنصب عليك ازاي؟ في ايه؟ يقول لي واحد اتصل بيا قال لي انا هبعت لك تبعت لي، بص هنعمل ايه، احنا بنزود الفلوس وهتبعت لي 4000 مثلا وليكن 4000 جنيه وهضاعفهم لك، فاهمني، وهضاعفهم لك. التاني يبعت له الاربعه من هنا ويستنى التاني يضاعف. هو حد بذمتكم ودينكم بما يرضي الله في حد بيدي لحد فلوس ببلاش؟ ده احنا بيطلع عنا وعين اللي اقول لكم ايه، فاهمني، عشان نوفر جنيه هنروح نديله واحد ونقول له هنضاعف لك عشان احنا الفلوس هناخدوها في خلال نص ساعه نضاعفها لك. ليه يعني؟ بيشتغل في ايه؟ الناس تبقى لازم تفهم. والله العظيم الواحد بيتجنن. واولا
اولا هو موضوع الحرمانيه التاني اللي جبل ده، هي شركات شغاله عليها اصلا في موضوع النصب والحاجات ديت. حسبي الله ونعم الوكيل الاول، ان هم بيروحوا على الغلبان ويبداوا ياخدوا منه اللي هو مش فاهم حاجه. لكن لو واحد فاهم هو خلاص، ما مش هيعمل معاهم حاجه والله العظيم لو اتنطط. لكن هو بيروح يا عيني على الغلبان اللي شقيان بتاع عامل يوميه، واحد مثلا ظروفه على جده، واحد فاهم المحفظه غلط، فاهمني؟ يا ريت كل واحد ياخد باله من الحركه بتاعت الاتصالات، بالذات ميه الاتصالات ده، ان هو بيفتح الابلكيشن من على خط، من على تليفونه وهو ما فيهوش خط. ده عادي في اتصالات، لكن في فودافون لا، موبينيل لا. لكن اتصالات تفتح الابلكيشن من على الخط، من على التليفون، والخط اصلا مش معاه. ده عادي بيحصل. ماشي. يا ريت كل واحد ياخد باله من حركه زي دي. وانا عندي حاجات كتير لسه هقولها، لسه المراحل الجايه برضك هبدا اشرح حاجات تانية، ازاي في فودافون، ازاي لو واحد اتصل بيك مثلا في بيتصل بقى، بيبداوا يتصلوا بيك. يتابعوا الحاجه المرحله الجايه في الفيديو الجاي. هقول لك لما بيتصلوا بيك عشان تبعت، مش فودافون كاش بقى ولا حاجه من دي، تدفع له اونلاين. انت هتدفع له اونلاين بتاع ايه؟ انا ما اعرفش. ما انت جاي، ما انت مش فاهم حاجه، انت جاي هتكسب. ان شاء الله تتابعوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله. هنزل لكم فيديو اللي هو بتاع اللي هو النصب برضو في الاونلاين والحاجات ديت. ماشي. واشرح لكم ازاي كل واحد ياخد باله، وربنا يا رب ما يوجع في حد في مشاكل. لان الواحد الايام دي ايام ظروف صعبه، وكل واحد بيحاول يوفر حاجه، ويجي ولاد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، بياخدوهم بالجاهز ثانيه، بياخدوا الفلوس دي كلها. طب وليه؟ ما انا اخد بالي. كل واحد يا ريت كل واحد يسمع الفيديو ده يعمل اشتراك ويشيره للناس عشان الناس تاخد بالها. ماشي. من المعلومات دي، معلومات صغيره، هي مش معقول لك معلومات، لا هي معلومات صغيره، بنحاول بس نعدل الاخطاء دي بس، عشان حرام يعني ان الفلوس زي ديت مثلا واحد شجان بيها هيوديها لاهله.